اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله 3 انواع من المنظفات الضروريه جدا والمطلوبه واللي مفيش بيت بيستغنى عنها. هنعمل الصابون السائل، وهنعمل البرسيل جل، وهنعمل هربك او منظف ومطهر الحمامات. هنعملهم من مكون واحد بس، وهنقول كمان واحنا في الفيديو على البديل بتاع المكون اللي احنا هنستخدمه. لو اول مره بتشوفوني، معاكم اميره شعراوي من قناه ميرو شعراوي، ويا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. فاكرين الفيديو اللي كنت عملته معاكم من 5 أو 6 فيديوهات فاتوا عن المعجون الخام لجميع انواع المنظفات؟ المعجون ده كان تجاري، وسبب ان انا عملته ان انا كنت عامله العجينه العاديه او المعجون العادي من الصابون الصلب، كنت فكيته وخليته تقيل قوي يعني مركز. ويمكن الفيديو جاب مثلا حوالي 300 الف مشاهده، والناس كلها داخله بتسالني طب هو ده ينفع تجاري؟ وعدتكم ساعتها ان انا هعمل لكم العجينه الخام التجاري، وفعلا وفيت بوعدي، وهي العجينه اللي انتوا شايفينها. بصوا، دي معلقه واحده بس على 2 لتر. دي العلبه اللي انا بغسل فيها المواعين بتاعتي الخاصه بيا يعني. كنت باخد معلقه واحده بس وبحطها على 2 لتر من الميه. الحقيقه الرغوه بتاعتها حلوه جدا جدا وبتنضف قوي. النهارده هنعمل بقى مع بعض 3 انواع في فيديو واحد، علشان يعني مفيش داعي لفيديوهات كتير. الموضوع كله سهل وبسيط، ان المعجون ده مجرد ان هو بيتفك وبيتعمل منه كل المنظفات اللي انتوا تتخيلوها. اول حاجة بالنسبة للصابون السائل، لتر واحد من المية على معلقة واحدة بس من المعجون ده. معقولة زي ما انتوا شايفين قدامكم؟ بالعكس، انتي ممكن تعملي 2 لتر كمان من المية زي ما انتوا شفتوا في العلبة اللي انا كنت بغسل فيها المواعين الخاصة بيا. نزلت بمعلقة من المعجون ولتر مية. انا كنت جايبة الشفشق بتاع الخلاط ده عشان بعاير بيه، ده بالنسبة لي يعني ادق معيار، اللي هو الشفشق بتاع الخلاط ده فيه لتر. طيب اخدت معلقه واحده وبنزل بقى بلتر الميه بالتدريج. انا دلوقتي كل اللي عملته بس ان انا لونت الصابون علشان التصوير. انا قلت لكم قبل كده موضوع الالوان هو موضوع اختياري، وبالنسبه لك لو هتعملي الحاجه دي ليكي انت في البيت فما فيش داعي تكلفي نفسك. الالوان الغذائيه تنفع، تنفع، ما فيش منها اي مشكله خالص. اللتر بتاع الميه بنزل بيه بالتدريج على حسب القوام الصابون اللي انت عايزاه. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا في المعجون ده. القوام معانا مش مهم قوي قد الرغوه. رغوته والله يا جماعه تحفه ما شاء الله، زي ما شفتوا كده ان انا خدت معلقه واحده على 2 لتر من الميه، ومع ذلك رغوته حلوه جدا. حطينا محلول الملح ليه؟ علشان خاطر يديني لزوجه نوعا ما. انا عارفه ان الناس بتحب اللزوجه قوي، وانا كمان بحبها في الصابون، ولكن زي ما قلت لكم اللزوجه مش مقياس لجوده المنتج، ولا عدم وجودها برضو مقياس لان المنتج ده سيء. بدليل ان المعجون ما شاء الله يعني معانا شايفين رغوته. بصوا بمجرد ما بحرك المعلقه اهو، يمكن انتوا مش شايفين فيه لزوجه عاليه، ولكن بصوا رغوته ما شاء الله حلوه جدا. وده لان احنا كنا مستخدمين في المعجون ده التكسبون والسلفونيك والصودا الكاويه. وهسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. طيب هركنه بقى شويه لحد بس ما الرغوه تروح كده، ونشوف مع بعض الصابون بعد كده لما بيهدى القوام بتاعه بيبدا يظبط تاني. طيب البرسيل جل، دايما خلاص عرفنا وحفظنا ان البرسيل جل بيكون البي اتش بتاعه على 9، والصابون السائل بيكون على 7. فانتي هنا لو قدرتي تحطي ربع معلقة صغيرة من الصودا الكاوية، بحيث ان انتي ترفعي البي اتش وتنزلي بيها سنة سنة. يعني حطي ربع معلقة صودا كاوية صغيرة من بتاعة الشاي على مثلا نص فنجان مية، وقلبي وانزلي واحدة واحدة لحد ما تلاقي البي اتش طلع على 9. خلاص ده اصبح مسحوق. طب انا مش عايزة قصة الصودا الكاوية دي خالص، انا جايبة المعجون ده وعايزة استخدمه في الغسيل. دلوقتي انا برضو هبدأ افكه بالقوام اللي انت عايزاه، بس طبعا قوام البرسيل جيل بيبقى نوعا ما اخف من قوام الصابون السائل، وبرضو الموضوع اختياري. برضو هحاول اتقل الزوجة شوية بمحلول الملح. هو اساسي؟ لا هو مش اساسي خالص. يعني انت تقدري تستخدمي الصابون ده، بس تجيبي المعلقة وتحطي عليها لتر مية وتدوبيها كويس قوي. طبعا كل ما تدوبيها كويس كل ما هتحصلي على نتيجة افضل، لان زي ما انتم شايفين هو بيبقى عجينة او معجون. هو على فكرة ما بيبقاش صلب، يعني ما بيبقاش صلب او جامد، هي بالعكس ده بيبقى معجون ليكويد. ولكن علشان تحصلي على نتيجة لازم تفتتيه او تدوبيه في المية كويس قوي. لتر المية احنا نزلنا بيه هنا بالتدريج، وحطينا برضو محلول الملح علشان خاطر اظبط القوام. والسؤال اللي انا عارفة ان كتير جدا هيسأله لي دلوقتي، طب يا اميرة انا لو اشتريت المعجون ده او عملته في البيت هل ينفع افكه؟
بايا كان القوام اللي انا عايزاه واحطه زي ما هو كده على الغسيل، علشان نكون واقعيين هيبقى حلو قوي في الالوان والاسود، لكن الابيض لا طبعا. يا اما نحط بقى طبعا مواد كيميائيه، فات الكحول، بيوت الجلايكول، ويا اما هنعمل اللي احنا هنعمله دلوقتي ده ايه. قلنا يا اما نحط نص معلقه صودا او ربع معلقه صودا ونعلي البي اتش شويه، او نبدا بقى نستخدم الحاجات الموجوده في كل بيت عادي. ايه هو الكلوريل ده يا جماعه؟ هو بديل الكلوريكس الالوان علشان موضوع المقاطعه. هو منتج مصري 100%، وعلى فكره ريحته حلوه وجودته حلوه، فان شاء الله نستمر في استخدامه بعد كده مش لفتره مؤقته وخلاص. حطيت بما يعادل نص فنجان من الكلوريكس او الكلوريل اللي انتوا شفتوه ده. هو بديل الكلوريكس الالوان ومش غالي، يعني تقريبا سعر الازازه 25 جنيه. التاني كان اغلى من كده، اللي هو الكلوريكس تقريبا 30 او 35، مش فاكره والله، ما بشتروش من فتره طويله. وحطيت دلوقتي بقى كوبايه من البرسيل الجل اللي احنا كنا عاملينه في القناه تجاري، مش اللي هو مثلا بنجيب الصابونه بتاعه الغسيل ونبدا نبشرها ونفكها ونحط عليها كربونات وملح ليمون. لا، احنا كنا عاملينه تجاري. فانت يا ريت لو هتعملي الوصفه دي برضو هتجيبي نص كيلو مثلا من محل المنظفات، او تجيبي كيسين برسيل لافندر، بحيث ايه بقى الريحه تبقى حلوه والجوده تبقى حلوه، لان احنا مش حاطين اي رايح خالص على المعجون ده. لو تفتكروا كنا عملناه خام كده زي ما هو، ولان احنا كنا هنستخدمه في صابون سايل وبرسيل وحاجات كتير، فانا ما التزمتش بريحه معينه. طيب حطيت بالنسبه للبرسيل حطيت نص كوبايه من الكلوريل او كلوريكس الالوان، وحطيت كوبايه من برسيل الجل. ظبطت الجوده وظبطت القوام وظبطت الريحه. طيب دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ الهاربيك او منظف ومطهر الحمامات، انا ركنتهم الاتنين، الصابون السائل والبرسيل يهدوا كده، والحاجات اللي انا حطيتها تتفاعل مع بعضها، وهنعمل دلوقتي منظف الحمامات نفس القصه بالظبط، ولكن الاضافه بتختلف على حسب نوع المنظف اللي انت هتستخدميه. عندك البيز نفسها جاهزه، بتعملي انت بقى بتشكليها على حسب الحاجه اللي انت هتستخدميها. صابون سائل هيبقى زي ما هو مش محتاج اضافات. على فكره عايزه اقول لكم على حاجه بالنسبه لمنظف الحمامات، من الحاجات اللي بتنظف الحمامات وانا بحبها قوي عن نفسي الكلوريل او كلوركس الالوان. هنا بقى انا فكيتها وما فكتهاش بلتر ميه، لا انا حطيت تقريبا مج كبير من الميه عشان اوريكم بس ان الموضوع اختياري. وزودت ايه بقى؟ زودت الديتول اللي هو بيتباع عند بتوع المنظفات، الكيلو بتاعهم بيبقى ب5 جنيه. لو انت عندك الديتول الخام اللي احنا بنشتريه من الصيدليات، ولكن هو الحقيقه سعره بقى اوفر قوي خصوصا من بعد موضوع الكورونا، فتقدري ان انت تستخدميه. طيب انا تقريبا عامله الفيديو ده مخصوص عشان اقول لكم اللي انا هقوله دلوقتي. طبعا انتوا كلكم متخيلين ان انا لما اجي انظف التويليت هقول لكم حطوا كلور على المعجون ده او العجينه دي. يا جماعه والله العظيم والله العظيم عشان احنا كلنا هنقف قدام ربنا، وفي حسنه جاريه وفي سيئه جاريه. الكلور ما بيتضافش على اي حاجه خالص. طب ما انت بتحطيه على الصابون الصلب يا امير، ماشي، بيخش في مكونات الصابون الصلب وبيختلط بقى ببقيه المكونات، وبنسيب الصابونه شهر ولا حاجه فبنبقاش حاسين بيه او بمفعوله بشكل مباشر. انما الكلور ما بيستخدمش لا مع الخل ولا مع الصابون. طب ما انت بتحطيه في الغساله، ماشي، انا بمسكوش بايديا، مفيش ريحه طالعه على الجهاز التنفسي عندي. الكلور بيستخدم مع الميه فقط لتطهير المكان او لتطهير الملابس، ما بيتحطش على اي اضافه. بصوا انا هنا نظفت التويليت، يعني انا عامله الجزئيه دي في الفيديو عشان اقول لكم انا هنا نظفت التويليت. وبعد ما بخلص، دي طريقتي انا، بجيب الميه وبحط عليها فنجان كده من الكلور، وببدا ان انا اطهر المكان كله. بس الكلور ما بيستخدمش غير مع الميه بس، ولا مع الصابون ولا مع الخل ولا مع اي اضافه. وفي كارثه بقى، في كارثه عظيمه جدا اسمها ايه بقى؟ الكلور مع الفلاش. دول بينتج عنهم غاز اسمه غاز الكلوريل اللي كان بيستخدم في الحرب العالميه الثانيه. شفت قناه بجد بجد ربنا يسامحها، وللاسف القناه دي معديه ال1,000,000 متابع، وكانت عايزه تنظف الدهون اللي تحت البوتاجاز، وبتقول يا جماعه هنحط حطت الصودا الكاوي على الكلور، وبتقولوا تسمعوا كلام الناس بتتكلم علينا احنا كقنوات يعني بتوع منظفات، اللي بيقولوا الصودا الكاوي يعني سامه او غلط او كان فيش منها اي خطوره خالص، ويلا بقى ننظف. يعني ان شاء الله ان شاء الله في ميزان سيئاتك. طيب خلاص سيبناهم بقى شويه لحد ما يرتاحوا، وزي ما انتوا شايفين القوام بدأ يتقل معايا،
وعملنا 3 انواع من المنظفات. البديل يا جماعة بتاع المعجون ده هو الصابون الصلب، بنجيبه وبنفكه، ولكن بنفكه بكمية مية قليلة بحيث انه يبقى عامل زي المعجون، وده موفر معانا جدا جدا. ونفس الخطوات اللي احنا عملناها هنعملها، ولكن دي تجاري، يعني اللي احنا عملناها النهارده دي تجاري، هسيب لكم الرابط بتاعها، ولكن التانية احنا بنستخدمها لينا احنا في البيت. وشكرا لكم.